السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الجيلي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هتطلع معاكي تحفة ان شاء الله. معانا المقادير: اول حاجة 2.5 كوباية من الدقيق، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية الا ربع زيت، 3 بيضات، ذرة ملح وفانيليا وبيكنج باودر. بس كده مش اكتر، مقادير بسيطة موجودة في كل بيت. اول حاجة هجيب شفشة في الخلاط، هضيف البيض وبعدين السكر والفانيليا، وهضربهم في الخلاط وارجع لكم. ودلوقتي بعد ما ضربتهم في الخلاط زي ما انتم شايفين، هضيف الزيت واللبن وهضربهم كمان مرة في الخلاط. ودلوقتي بعد ما ادانا القوام الكريمي الجميل ده، ضفته في الطبق زي ما انتم شايفين. هجيب البيكنج باودر وهفضيها على الدقيق زي ما انتم شايفين، والملح، وهقلبهم مع بعض. وهضيف واحدة واحدة بس كده، واقلب شوية شوية لغاية القوام ما يتقل معاك. بس كده ازود كمان واحدة واحدة، متضيفوش كله، شوية شوية عشان ممكن يتقل معاك. مش عايزة فيه اي تكتلات، تقلبي كويس. هنضيف كمان، هضيفهم كلهم واقلب. اهي ابتدت تتقل معايا. ادتني القوام ده، شايفين؟ مش عاوزاها تقيلة ولا خفيفة، القوام ده حلو. ودلوقتي بعد ما الخليط جاهز، هجيب صينية زي كده، اي صينية عندك نفس المقاس ده، وهدهنها بالزيت، وبعد كده هضيف لها شوية دقيق. تمام. وبعدين هقلب الخليط عليها بالطريقة دي. بسويها كويس وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 وارجع لكم. لو الفرن بتاعتك واطية تزودي درجة الحرارة، انا الفرن بتاعتي عالية عشان كده هخليها 180 بس. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، شايفين ما شاء الله نفشت ازاي. هركنها على جنب لغاية ما تبرد، وتعالوا نعمل مع بعض الجيلي. هجيب 3 كوبايات مية واغليهم، وهجيب العبوة الكبيرة من الجيلي دي فيها 3 اكياس. لو ما لقيتيش الكبيرة ممكن تجيبي 2 من الصغيرين عادي، مفيش مشاكل. تعالوا نفضيهم مع بعض. هي فيها 3 اكياس.
هحط الكيس التالت. ونقلبهم مع بعض لغاية ما يدوب كويس. بس هي كده دابت معايا. ودلوقتي بعد ما عملت الجيلي هجيب الصينية نفس المقاس، يا اما تقلبيها زي كده وتعملي فيها. انا عشان مش عندي نفس المقاس قلبتها في الطبق الكبير ده وغسلتها، وهنعمل فيها الجيلي برضو. اهم حاجة تكون نفس المقاس. والله يا جماعة انا شايفاها كده حكاية تتاكل اكل بصراحة. بصوا انا هجيب الجيلي وهجيب الكبشة دي وهضيف زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. مش كتير، شوية صغيرين من تحت بالطريقة دي. وبعدين هحطه في التلاجة علشان يمسك نفسه ويجمد، يا اما في الفريزر يا اما في التلاجة على الرف عادي، هتديكي نفس النتيجة، مفيش اي مشاكل. ودلوقتي انا طلعتها من الفريزر جمدت معايا زي ما انتوا شايفين اهي، مش بتتحرك. هجيب الموز واقطعه حلقات، وبعد ما قطعته حلقات هجيب الطريقة دي ونرصه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. اكمل رص وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. ودلوقتي انا رصيتهم بالطريقه الجميله دي. هجيب باقي الجيلي وهضيفه فوقيه. بس كده، مش هكتر، مش عاوزه اكتر عشان لسه هنحط الكيك. هدخلها الفريزر واخليها تجمد زي ما قلتلك، في الفريزر او على الرف نفس النتيجه، مفيش مشاكل. دلوقتي انا طلعتها من الفريزر جمدت زي ما انتوا شايفين. خلاص كده احنا في النهايات. هجيب الكيك وهقلبها في ايه، بسم الله كده بالطريقه دي زي ما طلعناها زي ما حطينا. وبعدين هجيب باقي الجيلي وهضيفه في الجناب. بس كده هدخلها الفريزر لاخر مره علشان باقي الجيلي يتماسك معايا. ودلوقتي انا طلعتها من الفريزر ما خدتش غير 5 دقايق بس مش اكتر. لو عايزه تسيبيها اكتر هتسيبيها على رف التلاجة. في الفريزر لو سبتيها اكتر من كده الكيك هينشف معاكي. تمام. هجيب هنا صينيه اكبر فيها ميه سخنه علشان افك الطبقه اللي من تحت. مش هخليها غير دقيقه واحده بس. دلوقتي هي فكت شويه من تحت. هجيب الطبق الكبير ده وهقلبه عليها كده واروح قلبها فيه. وده شكلها النهائي، حاجه كده فظيعه تحفه. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. عايزه اوضحها لكم شويه. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ هي سهله جدا، ما خدتش معايا وقت. تنفع معانا في عيد الحب، في عيد جواز، تورته لاولادك في عيد ميلادهم. ما شاء الله جميله. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.